اخواتي اللي يجي على السكه يقعد على الدكه. يا اخواتي واحنا شامين حد فيها اصلا؟ صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وكل حاجه كويسه والدنيا تمام معاكم. انا عمر، ودي الحلقه التانية من سلسله ديجيتال دوز اللي بشرح فيها كورس الديجيتال انجينيرنج عندنا في سنه تانية اي تي. طيب قبل ما ابدا اي حاجه، يعني حصل تاخير ان الفيديو ده ينزل كتير شويه. الفيديو ده كان المفروض ينزل من اسبوعين مثلا برضو، وكل حاجه كانت جاهزه بس حصل ظروف كده واللاب باظ وقصص كده يعني. بس المهم إن يعني كل الحاجات دي اتحلت ويلا بينا نبدا. ماشي، التوبيك بتاع الحلقة دي احنا هنناقش ازاي بنعمل adding و subtracting في الباينري. ازاي بنعمل عملية الجمع والطرح لرقمين او اكتر باينري. طيب الموضوع سهل وبسيط. ماشي، احنا الاول اصلا بنعد ازاي يعني. في الماس احنا بنعد بنقول ان 1+1 بيساوي 2. وده بديهي وده منطقي وده لا، لو سألت اي حد في الدنيا هيقولك كده. طيب في الباينري بنقول ان 1+1 بيساوي 10. تمام؟ ليه؟ عشان الباينري دي لغة الصفر والواحد، مفيهاش اصلا 2. ماشي. طيب هناخد دلوقتي اول اكزامبل على الادنج. ماشي، دي القوانين اللي هنمشي بيها. لما اقولك دلوقتي ان 0+0 هتقولي بيساوي 0. لما اقولك ان 1+0 بيساوي 1، كل الكلام ده بديهي. لما اقولك ان 0+1 برضه بيساوي 1. ماشي، بس لما اقولك 1+1 لا، هنا بيساوي 10. ماشي، هو ده المميز في الباينري. طيب انا دلوقتي عايز اجمع الرقم ده على الرقم ده. ايه الستبس اللي هعملها؟ اول حاجه انا همسك اول خانه، ماشي، وهعمل لها اد لوحدها. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ في ثواني. همسك دلوقتي 1+1. احنا قلنا ان 1+1 بيساوي 10. طيب هل انا هكتب هنا 10؟ لا. ليه؟ عشان في خانه بعدها. طيب انا هحط هنا صفر، والواحد هعمل له كاري هنا. مش العشرة 1 و0؟ الصفر هكتبه تحت والواحد هعمل له كاري في العمود اللي بعده. طيب العمود اللي بعده لما اجي اجمع 1+0+1 يعني 1+1 بيساوي 10. طب هل انا هكتب 10؟ لا، هكتب صفر والواحد هعمل له كاري في العمود اللي بعده. طيب 1+1+0 بيساوي كام؟ بيساوي 1+1. طيب 1+1 بيساوي كام؟ بيساوي 10. طيب هل هنا هكتب 10؟ ليه؟ عشان مفيش حاجة بعدها، يعني هعمل كاري فين؟ فهكتب هنا 10 كلها. فالرقم اللي طلع معايا في الاخر 1 و3 اصفار جنبه. طيب الطريقة سهلة جدا والموضوع مش مستاهل. ماشي، نخش في اللي بعده. دلوقتي هاخد الاكزامبل التاني على الادنج برضو. طيب القوانين برضو هنا بيفكرك بيها، وهنا بيقولك عايز يجمع الرقم ده، ماشي، على الرقم ده. طيب ايه الستبس اللي هعملها؟ الستبس اللي هعملها ان انا هقولك دلوقتي اول عمود، ماشي، 1+1 قلنا بيساوي كام؟ قلنا بيساوي 10. هل هكتب 10؟ لا، هكتب الصفر والواحد اعمل له كاري في العمود اللي بعده. طيب 1+0+1 بيساوي 10، عشان 1+1 بيساوي 10. طيب هل هكتب 10؟ برضو لا، هكتب الصفر وهحط الواحد كاري هنا. طيب العمود اللي بعده 1+1+0 بيساوي برضو 10، هحط هنا الصفر والواحد اعمل له كاري هنا. طيب العمود اللي بعده 1+1+1. طيب مش انا قلت لك ان 1+1 بيساوي 10؟ طب لما اقول لك ان 1+1+1 الكلام ده بيساوي 11. ماشي. طيب هل هكتب هنا ال11؟ في الحالة دي هكتب ال11 عادي. ليه؟ لو كان في عمود بعده كنت هكتب هنا واحد واعمل كاري للواحد هنا، بس هنا ده اخر حاجة فهكتب ال11 كلها. تمام. ماشي، الكلام لحد دلوقتي في اللذيذ منه وسهل وكل حاجة. طيب هناخد دلوقتي اول اكزامبل على السبتراكتنج اللي هو الطرح. ماشي. طيب دي قوانين الطرح. هقول لك ان 0=0 بيساوي 0، 1=0 بيساوي 1، 1=1 بيساوي 0، و0=1 مش سالب 1، لا عشان احنا مش في الماس برضه. طيب
في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي هنستلف. طيب هنستلف من مين؟ هنستلف اكيد من اللي قبله. طيب هنشوف هنعمل الكلام ده دلوقتي ازاي. ماشي، انا دلوقتي عايز معايا الرقم ده وعايز اطرح منه الرقم ده، هعمل ايه؟ طيب اول حاجة صفر ناقص واحد، دخلنا على الحالة اللي هي بتاعت هنستلف على طول بدري قوي يعني. ماشي، طب انا هستلف من مين؟ انا هستلف من اللي قبله على طول، هستلف من الواحد ده. طيب لما استلف من الواحد انا هستلف منه واخليه صفر. ماشي. طيب الواحد في الخانة دي بيساوي 10. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب لما يجي لي هنا هيبقى بيساوي 10 برضو. طيب انا ممكن اكتبه هنا 10 ويبقى باين لي عادي ان انت عارف ان 10 ناقص واحد بيساوي واحد بالقانون اللي هو كان في السلايد اللي قبلها. ماشي. وممكن اكتبها كاتنين، يعني معايا واحدين، فاهم؟ ممكن اكتب، او بصوا خليها كده عشان متلخبطوش، كده اسهل. طيب 10 ناقص واحد بيساوي واحد، كلام سهل جدا. طيب الخانة دي الواحد ده راح، اللي انا استلفته ده راح فبقى صفر. ماشي. فانا دلوقتي هنا ما عنديش واحد، انا عندي صفر. طب صفر ناقص واحد، طب ما هو نفس الحالة، هنستلف من اللي قبلها اللي هو برضو صفر، فمش هينفع نستلف من الصفر، فالصفر ده هيستلف من الواحد ده. طيب الواحد ده لما استلف منه هيبقى صفر. ماشي. طيب انا استلفت من ده بقى صفر، فاستلفت هنا بقت دي 10. حلو الكلام. انا الكلام ملخبطني دقيقة، عايز انضف الزحمة دي، هكتبها من الاول. قلنا ان هنا دي هتبقى 10 وده هيبقى صفر. ماشي. وان الواحد ده هيبقى صفر برضو، والله ما عملت حاجة بس ماشي يعني. فدي هتبقى 10 برضو. ليه؟ دي استلفت من دي. طيب دلوقتي دي هنا 10. ماشي، نرجع بقى للمكان اللي احنا كنا فيه. انا دلوقتي بقول لك صفر ناقص واحد، المشكلة بتاعتي ما اتحلتش. طيب فالصفر ده هيستلف من العشرة دي. طيب لما يستلف منها، مش العشرة دي قلنا انها واحد زائد واحد؟ طيب هي هتسلفها واحد بقى. ماشي. فانا دلوقتي في واحد دلوقتي موجود هنا وفي واحد هيروح هناك. طيب الواحد اللي هيروح هناك ده هيروح 10، يا رب ما تكونش اتلخبطتوا. ماشي. فهنا ده بقى 10. طيب وهنا بقى واحد، فضي بقى الكلام ده. الواحد ده راح عشان راح هنا. ماشي. والعشرة دي اتفكت فبقى بس معايا الواحد قصدي، فهو هنا واحد. طيب نرجع برضو للحتة اللي احنا كنا واقفين فيها. 10 ناقص واحد بيساوي كام؟ اكيد محدش قال 9، ماشي، هيبقى واحد. طيب نخش على الخانة اللي بعدها. واحد ناقص واحد بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. طيب الخانة اللي بعدها صفر ناقص صفر برضو بيساوي صفر. السؤال اتحل. الحتة كلها اللي بتلخبط ان انت تستلف. ماشي، انا هحل السؤال معاكم تاني، اتأكد بس ان الرقم صح. ماشي، هحل معاكم السؤال تاني. انا دلوقتي هنا. ماشي. وانا لما بشوف الحالة دي اللي هي صفر ناقص واحد انا بستلف. طيب اول حد هستلف منه اقرب حد مني، ماشي، اللي هو في العمود اللي بعده على طول هستلف منه. طيب عرفت استلف منه، تمام. لما استلف منه هاخد منه هنقصه هو واحد فهيبقى صفر. ماشي. وانا لما اخد منه انا مش هبقى واحد، لا انا هبقى 10. ليه؟ عشان هو الواحد في الخانة دي بيساوي 10 في الخانة دي، واصلة؟ طيب طب انا لو ما لقيتش هنا هستلف من اللي قبله، بس ايه ده اللي هيستلف من اللي قبله. طب ما لو ما لقيتش هنا ده هيستلف من اللي قبله وهكذا. ماشي. المثال ده برضو هيبان في السؤال اللي بعده. طيب ده المثال التاني، وبرضو القوانين بيفكرك بيها هنا، وبيقولك في الحالة دي برضو هنستلف. تمام. انا دلوقتي معايا الرقم ده وعايز اطرح منه الرقم ده. طيب ايه الستبس اللي هعملها؟ اول حاجة همسك برضو اول خانة، صفر ناقص واحد هستلف. طيب هستلف من اللي قبلها اللي هو صفر برضو، هل هعرف استلف منه؟ لا، فالصفر ده هيستلف من اللي قبله. طيب هستلف من اللي قبله اللي هو واحد، فالواحد ده هيبقى صفر. انا ليه زودتها كده؟ ثواني. الواحد ده هيبقى صفر. ماشي. والصفر اللي قبله هيبقى 10.
تمام. ماشي، نرجع نحل مشكلتنا اللي في الاول. انا دلوقتي هنا 0 - 1 برضو ما اتحلتش، فهستلف من اللي قبله. طيب ال10 دي بيساوي ايه؟ بيساوي 1 زائد 1. 1 زائد 1. تمام. انا هنا دلوقتي في اول خانة خالص، لما عاوز استلف هستلف من اللي قبله. طيب هستلف منه 1، هنقصه 1 وانا هزيد 10. حلو الكلام. طيب فالواحد ده هيروح وهكتب في الخانة دي 10. حلو الكلام. طيب نرجع بقى، احنا وصلنا لحل المشكلة بتاعتنا. 10 - 1 بيساوي 1. طيب في الخانة دي انا معايا 1 متنسوش، ماشي. 1 - 0 بيساوي 1. طيب في الخانة اللي بعدها 0 - 1 هستلف من مين؟ هستلف من ده. طيب لما استلف منه هيبقى 0 والخانة دي هتبقى 10. طيب 10، عشان لو الأرقام مش واضحة برضو، دي دلوقتي هتبقى 10. تمام. ماشي. 10 - 1 بيساوي 1. طيب وهنا لما استلفت بقى في 0. 0 - 0 بيساوي 0. حلو الكلام. ان شاء الله الحل يطلع صح. الحل صح الحمد لله. ماشي. السؤال سهل، وهتحلوا سؤالين بايديكم بالظبط، وهتلاقوا نفسكم ايديكم خدت على الاسئله وكده. ده فيديو الادنج والسبتراكتنج، واللي جاي ان شاء الله يبقى المولتيبيكيشن والديفيجن. ان شاء الله الحق اخلصه وينزل لكم على طول. باي. أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال أذوب. هل يا حبيبي